رايح تمتحن ومستني النتيجه، والنتيجه بقى ايه؟ النتيجه لايف. عندنا مبدعين والله، مش شغلانه الحمد لله. احنا مش قليلين. احنا عندنا زمن المزيكا، انا كل حاجه بتمشي مع المزيكا من دي 1. انا بدات اشتغل الشغلانه دي كان اساسي المزيكا. المزيكا بتترجم لافكتس مش العكس. فكان ان احنا هنلعب مزيكا لايف دي مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان اللايف مش زي التسجيل. التسجيل خلاص انت عارف الزمن، بتعمل تايم كود وخلاص. لكن انك بتلعب لايف فمره هترحل سنتين، مره هترحل 3. الفاير ووركس هتتاثر بالهواء، مش الفاير بس، مش الفاير بس، كلنا كلكم الماتيريال اللي على السكرينز كل حاجه. لان انت ماشي اوركسترا فممكن يحصل ترحيل. الفاير بقى الاكبر المشكله ان انا بلعب لايف، وتاني حاجه ان انا عندي عوامل طبيعيه اللي هي الهواء اللي بيحصل في الفاير ووركس. انت لما بتضرب فاير ووركس عنصر الهواء ده عنصر مؤثر جدا عليك. يعني ممكن انا لما اعمل كده فيكون الزمن الحقيقي مثلا 5 ثواني، مع سرعه الهواء بقوا 4 ثواني، واحنا عندنا مزيكا ماشيين عليها. فانت ازاي هتظبط ده مع ده مع ده؟ عشان كده كنت بروح كل يوم بالليل اعمل بروفات مع نفسي واجرب اتجاه الهواء، سرعه الرياح، حاصل ايه، واقعد اعيد تاني واعمل تاني كل يوم لوحدي. وكنت بعملها لوحدي عشان ما ادخلش حد جوه الموضوع. ما انت لو دخلت حد جوه الموضوع فيحصل ستريس اكتر. فانت القرار بتاخده انت بناء على المزيكا اللي معاك وبناء على الديزاين اللي حاصل. فكنت كل يوم بروح نعمل بروفات الساعه 1 و2 بالليل و3 بالليل، لغايه ما وصلنا في الاخر للشكل النهائي. ورغم ان انت وصلت للشكل النهائي انت رايح تمتحن. انت طالب رايح تمتحن ومستني النتيجه، والنتيجه بقى ايه؟ النتيجه لايف. انت مش مستني ان الناس هيبلغوك بعد كده انت نجحت ولا لا.